الحاجه الوحيده اللي شفناك فيها طول الماتش ما شفنالكش اي لقطه عدله غير ان انت بتروح تقف مع الحكم تحط مناخيرك في اي حاجه، لكن كفعل جوه الملعب شفنالكش حاجه. يا ريت ما اسمعش صوت حد تاني يقول لك محمد صلاح واصل احسن نجم في العالم. الجزائر برضو خرجت بسبب احسن نجم في العالم ورياض محرز والمجاملات. ما هو بسبب المجاملات للاسف ومخنا المقفل عمرنا ما هنوصل لاي نتيجه لقدام. اه والله العظيم الواد ساديو ماني ده ذكر وابن ذكر عشان بيلعب لبلده بجد، جاي يلعب يموت نفسه عشان بلده. احنا معانا بقى ناس جايه تتجامل، واصل ده بيلعب في ليفربول يا عم لعبه. العب مصطفى فتحي ليه وانا مجنون اتجننت؟ العب محمود صابر ليه؟ ولا العب احمد عيد ليه؟ ولا العب خالد صبحي ليه؟ ما احنا عندنا ناس مكسحه اهي، خليها تخسرنا البطوله ونخرج بدري بدري. والمعلم حسام حسن بيقول لك انا فخور باللعيبه وفخور باللي وصلنا له. طب ليه ما اطمعش؟ ليه ما اطمعش ان انا اوصل اكتر من كده وادوس واموت نفسي؟ مش لاقي كلام اقوله والله. اوعى اسمع صوت حد تاني يقول محمد صلاح ويجادلني تاني. كل اللي قاعد يضحك دوت اقسم بالله ما تعرفوا حاجه عن الكوره، ولاعب مبطل ومشطب كوره اخره يشيل مكه بنته ويروح يعمل بيها اعلان بيبسي، يروح النصر السعودي ولا الهلال السعودي يكوش منهم شويه فلوس، وخمس ست سنين كده وتبص تلاقيه طلع له كرش قدام منه كده وبقى يطلع يحلل في ماتشات. بس ده اخره يعني. لكن ككوره اقسم بالله لاعب ابيض مصطفى فتحي اللي قد كده اهو. والله كان لعب اقسم بالله كان كلع الباك بتاعهم عيش وحلاوه. الواد الباك بتاعهم ماسكه ما طلعوش من جيبه طول الماتش. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حرقتوا دمنا.